يا صباح الجمال على احلى ناس في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال يا رب. فيديو النهارده هو الجزء التاني من سلسله تجهيزات العروسه قبل الفرح. هو الفيديو بيعتمد على الاسبوع اللي هو قبل الفرح على طول، فاعملوا حاجه كده تشربوها زيي عشان نقعد نرغي كتير. بس قبل ما نبتدي الفيديو حابه اوجه شكر من قلبي للناس الجميله اللي بتكتب لي تعليقات زي العسل، بتفرحني جدا وبتدعي لي دعوات حلوه. ربنا يتقبل مني الدعوات اللي بدعها لكم ويتقبل منكم الدعوات اللي انتوا بتدعوها، وان شاء الله في فيديوهات كتير مطلوبه مني شغاله عليها وهتنزل قريب باذن الله. ربنا يتمم لكل عروسه على خير ويسعدكم يا رب وتبقوا احلى عرسان في الدنيا. ويلا بينا نبتدي الفيديو. بس قبل ما نبتدي الفيديو مستنياكم انكم انتوا تشجعوني، تعملوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتبعتوا الفيديو ده لاصحابكم وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبتدي تجهيزات العروسه قبل الفرح باسبوع. اول حاجه هنبتدي بيها هو الحمام المغربي، والمعروف ان اي عروسه بتعمله. اعمليه قبل الفرح بيومين، ولو ناويه تعملي حنه يبقى اخر جلسه حمام مغربي تكون قبل الفرح بيوم، قبل الحنه قصدي بيوم، لان لو عملتيهم في نفس اليوم الحنه مش هتثبت وممكن تطلع لك حبوب وحساسيه، وليله احنا في غنى عنها اساسا. وزي ما قلت لكم ان الحمام المغربي اساسا كنت اتكلمت معاكم في الفيديو اللي فات انك انتي تعمليه مره شهريا قبل الفرح، يعني قبل الفرح كده ب6 شهور 4 شهور او حتى بشهرين تعمليه مره. لو ما لحقتيش تعمليه قبل الفرح ولا يهمك عادي، يعني احنا بنبقى برضو مستعجلين وكده، في حاجات بتفوتنا كتير وما بنعملش حاجات كتير، فما فيش مشكله. انت كده كده اساسا في الجهاز لازم تبقي جايبه حاجه الحمام المغربي وتعمليه بعد الجواز، والنتيجه برضو اللي هتطلع لك من الحمام المغربي في الاسبوع ده هتبقى مرضيه وهتبقى كويسه، بس مش برضو مش بنفس النتيجه اللي كانت هتطلع لو احنا بنعمله شهريا. نصيحة بقى مهمة مني جدا عن تجربة، بلاش تحجزي باكج العروسة، او بمعنى اصح المكان اللي انا حجزت فيه. انتي ممكن المكان اللي تحجزي فيه يبقى افضل مني، بس باكج العروسة احجزي كل حاجة لوحدها. ده اللي انا المفروض كنت اعمله وغلطت فيه، ان انا ما حجزتش كل حاجة لوحدها، لان بعد كده انا كنت حاجزة باكج ب2000 جنيه، ولما حسبتها لكل حاجة لوحدها انا كنت عايزاها طلعت هتوفر لي 600 جنيه وفيما فوق كمان، يعني انا مش فاكرة قوي بس فيما فوق كمان. وفي حاجات ما قدرتش اشيلها من الباكج وتقال لي ما ينفعش، قال لي لا ده الباكج العروسه كلها على بعضها فما تنفعش انك انت تشيلي منها حاجه، واضطريت اخلي حد مثلا انا اعرفه او اخواتي يستفيدوا بالحاجات دي عشان ما تروحش عليا ابقى دفعت فلوس على الفاضي وكده. فانتي احجزي بس اللي انتي محتاجاه فقط، وشوفي انتي حتى قارني الاسعار، يعني شوفي الحاجة دي لوحدها، يعني الحمام المغربي بديكير مثلا رجل وايد، الحاجات دي لوحدها بتكلف كام، واحسبي الباكج اللي هم عاملينها بتكلف كام، وشوفي انت الفرق ما بين ده وما بين ده. لو لقيتي ان الباكج ارخص وفيها خصم فعلا وتمام احجزيها، لو لقيتي ان الحاجة كل حاجة لوحدها تحجزيها لوحدها افضل، لا احجزي كل حاجة لوحدها، انت اولى بالفلوس في الزمن اللي احنا فيه ده. تاني حاجة في الاسبوع ده لازم تبقي مظبطاها وعارفة كل حاجة ومظبطة كل الدنيا، هو الفستان. لو انتي مثلا جايبة الفستان ايجار خديه قبل الفرح بيومين او حسب نظام المكان، بس اقل حاجة يعني تبقى قبل الفرح بيوم. اعملي تشيك على كل حاجة فيه وجربيه كمان، قيسيه كمان، شوفي هل هو فعلا ظبطوه زي ما انتي عايزة ولا لا. في اي قطع في اي حاجة هم يعملوها ليكي تمام جدا، عشان تبقي انت واخده الحاجه وانت مطمنه، ما تجيش تكتشفي مثلا تاخديها وتيجي فجاه تكتشفي ان هو مقطوع مش عارفه منين، مش على مقاسك ما ظبطوهوش. الكلام ده كله حتى لو شارياه او تفصيل لازم تقيسيه وتشوفي لو في اي تعديل او اي حاجه انت حاسه ان هي مش تمام تتعدل في ساعتها، عشان ما تجيش يوم الفرح تتصدمي وما تبقيش عارفه انت هتعملي ايه او هتتصرفي ازاي. الشوز بقى جربيه كويس. انا حصل معايا موقف غريب بجد، كنت جايبه الشوز بتاعي وكنت قايساه اساسا وجايه على مقاسي وكل حاجه تمام، ومشيت بيه يوم ما قسته كده في المحل مشيت بيه شويه والكلام ده كله وخلاص، وجبته حطيته في علبته وايه واتشال عشان الفرح. جيت يوم الفرح البسه لقيت فردة تمام، اللي هو فردة تمام لابساها، والفردة التانية مرضتش تخش في رجلي برغم الاتنين نفس المقاس وانا مجرباهم مفيش ما تعلميش بقى حصل ايه. الاتنين واحدة دخلت والتانية لا، فوقعت في موقف وحش جدا. فانتي احسن حل ان انا بقوله لاي عروسه انك انت الشوز اللي انت هتجيبيه للفستان اتمشي بيه على الاقل يوم يومين، وقت ما تبقي فاضيه كده البسيه
حاولي انك انت تمشي بيه في البيت، يعني في حدود البيت، عشان تبقي ضامنه ان هو يبقى تمام، ما يحصلش معاكي زي اللي حصل معاه. فعشان لو حصل حاجه زي كده اساسا تعرفي انك انت ترجعيه تجيبي حاجه مكانه. بس انا كان ساعه الفرح فما كانش ينفع اعمل اي حاجه غير ان حد يشتري لي شوز او كوتشي او اي حاجه البسها تحت الفستان. بس كده. وحاجة الفستان لازم تبقي متأكدة منها 100%. يعني انا جبت الطرحة تمام، تعملي عليها صح. انا دلوقتي الهيد بيس او مثلا الطرحة بتاعتي فيها خلاص، فمش محتاجة هيد بيس او تاج، فصح. مثلا مش البودي بتاع الفستان صح. اي حاجه خاصه بالفستان تبقي كل المشتملات بتاعته تبقى موجوده معاكي، وعامله تشيك على كل حاجه، عشان ما تجيش يوم الفرح تقولي انا نسيت، اصل انا ناقص لي، اصل انا هنزل اجيب. الاسبوع ده حاولي انك انت تعملي تشيك على كل حاجه عشان تجيبيها لو ناقصه. وما تنسيش لوك الميك اب. لوك الميك اب تحفظي صور انت عايزه تعملي مثلا الالوان الفلانيه، او حتى تكتبي لو انت مثلا ما فيش صور معاكي او مش لاقيه صور اللوك اللي انت عايزاه، فتكتبي انا عايزه فوق العين كذا وكذا وكذا. ولازم تبقي خلاص مقرره على الحاجات دي قبل الفرح باسبوع. خلاص انت عارفه انت هتعملي ايه، عارفه الالوان اللي هتليق على وشك، عارفه كل حاجه. لان الميك اب ارتست لما بتسيبيها هي تختار، ساعات ما بتطلعلكيش الحاجه اللي انت عايزاها او اللي انت راضيه عنها، وهتقولك انت ما قلتليش. فانت المفروض تبقي مفهماها مثلا الالوان اللي لايقه على بشرتي بتليق عليها كذا 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 كذا، وحابه كذا 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 كذا. والافضل انك انت تجيبي لها صور للوكات اللي عجباكي او عجبتك والالوان اللي عجباكي، عشان هي تبقى عارفه هتشتغل في بشرتك ازاي وتطلعك زي ما انت عايزه بالظبط. واوعي اوعي اوعي تجربي اي حاجه جديده على بشرتك في الاسبوع ده، علشان مفيش وقت لاي تفاعل او حبوب او انك انت تعالجي اي حاجه. لا، مفيش وقت نهائي. فما تحطيش اي حاجه على بشرتك انت مش عارفه بشرتك هتاخد ضدها ايه. الحنه بقى، لو هتعملي حنه وفرح خلي بينهم يوم راحه على الاقل. يعني مثلا الفرح مثلا يوم كذا، سيبي يوم ما بين الحنه والفرح عشان ترتاحي فيه. مثلا لو في حاجه ناقصه، لو في حاجه انت عايزه تعمليها، كفايه اساسا انك انت ترتاحي فيه، تبقي في فاصل ما بين الحنه والفرح. انا عندي بنوته جميله قوي بتعمل ديكورات حنه، بتبقى جايبه معاها صب ودي جي واغاني وحاجات حلوه وباسعارها حلوه جدا. لو انت من القاهره او الجيزه بعتيلي على الانستجرام وهبعتلك رقمها وهسيب لك لينك الانستجرام بتاعي تحت. النفسيه بقى دي اهم حاجه. النفسيه والهدوء اهم حاجه. خليكي هاديه جدا في الاسبوع ده. لو انت تعفرتي قبل كده برغم ان انا منبهه، الاسبوع ده خليكي هاديه. بصي، مفيش حاجه تستاهل التوتر او العصبيه، وهتيجي بعد كده. اصل مفيش حاجه هتتحل، يعني انت لو توترتي وتعصبتي فعلا والله مفيش حاجه هتتحل. فانت خليكي هاديه، خدي المواقف، كل المواقف اللي هتضايقك طنشيها. خليكي زي ما بيقولوا كده بارده زي ما الناس بيقولوا خدي المواقف عادي ولا كأن في اي حاجه. ده كله هيتظبط، ده كله هيتعمل. فانت ما تقفشيش، لان فعلا دي احسن فتره في حياتك. فانت انبسطي بيها بالتجهيزات، انبسطي بانك انت فستان فرحك قدامك، انبسطي بانك انت بتسوي الكلام ده كله. ما تخليش اي حاجه تعكنن عليكي. شعرك بقى، لو انت هتعملي استشوار او مكوى خليه قبل الفرح بيوم. ولو هتعملي حنه فانت محتاجه ان شعرك مثلا تعملي استشوار ومكوى، لا ما تعملوش استشوار ومكوى. سرحيه تسريحه حلوه، اعمليه كده تسريحه جميله كده زي يعني جيبي من على النت كده طريقه عمل كذا تسريحه وسرحيه بيها. لو انت كيرلي مثلا، شعرك كيرلي، تقدري انك انت مثلا تعمليه مثلا بالطريقه اللي انت كنت بتعمليها، الكلام ده كله. بس الاستشوار والمكوى خليه قبل الفرح بيوم، وبالذات بالليل. يعني خليه افضل بالليل، يبقى قبل الفرح بيوم بالليل، عشان لما بقى يوم الفرح يبقى شعرك فعلا معمول وحلو. الضوافر بقى، في ناس بتعمل اكريليك، واللي بتعمل اسمها ايه فيك نيلز والكلام ده كله. ده اعمليه قبل الفرح تلات ايام، حلو قوي. ولو هتعملي بقى مونوكير او تحطي ضوافر، يبقى قبل الفرح بليله بالليل. ما تجيش ساعه الميك اب ارتست الصبح او يوم الفرح تبقي عايزه تحطي الضوافر او تعملي المونوكير او الكلام ده كله. لا غلط، هتلخبطي الدنيا وهتوتري كمان الميك اب ارتست اللي معاكي، وانت ذات نفسك هتبقي متوتره، وهتيجي تنسيه في الاخر وتحاولي انك انت تحطيه فتبهدلي الدنيا، فالدنيا مش هتظبط معاكي. فانت لو هتركبي ضوافر او هتعملي مونوكير واشكال كده على ضوافرك، والافضل ان هو يبقى لون كده او فرنش او كده، بيبقى تحفه الصراحه.
وعشان كمان يعني حتة الاكريليك والفيك نيلز مش هتعرفي تشيليهم عشان الصلاة، فالافضل انك انت تعمليه منوكير او ضوافر، وشوفي بقى اللي انت عايزاه واللي تحبيه. هنيجي بقى على شنطة يوم الفرح. ابدأي جهزيها، اللي هي الشنطة اللي هتاخديها معاكي الفندق او المكان اللي هتجهزي فيه، البيوتي سنتر، المكان اللي انت هتروحي فيه. شنطة يوم الفرح دي لازم تبدأي تجهزيها من قبل الفرح باسبوع، او يعني قبل الفرح باسبوع. وتسيبي الفستان لو انت مأجراه او كده، تسيبي حتة انك انت تحطي الفستان ده في الاخر، او وقت ما تاخديه تحطيه. بس اهم حاجة تبقي كل حاجة في الشنطة، عشان لو انتي حضرتيها قبل الفرح بيوم صدقيني هتنسي حاجات كتير جدا، وهتبقي مستعجلة وعايزة تحطي هنا، وعايزة تعملي كذا، وعايزة تروحي المكان الفلاني، وعايزة تعملي شعرك، وعايزة 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 وعايزة. هتلاقي نفسك انك انتي مش عارفة تحضريها، فبتحطي اي حاجة. واللي هيساعدك برضو حتى لو اخواتك او مامتك هيتوها عليهم حاجات كتير ومش هيحطوها، فانت خليكي في الامان، حضريها من بدري. الحاجات اللي موجودة اي حاجة تجيبيها حطيها فيها، لحد بقى ما تفضل على الفستان بس، ده اللي تحطيه وقت ما تستلميه او وقت ما يبقى معاكي. لكن انت تبقي مرستقه دنيتك كلها قبلها. برضو في حاجة مهمة عايزة اقول لكم عليها، نصيحة عايزة اقول لكم عليها، لان هي هتفرق معاكي كتير قوي. شرب المية. ما تستغربيش لو انتي قبل الفرح بيومين او 3 ايام اشربي مية كتير، لان ده فعلا بيفرق في شكلك بطريقة غبية. يعني بتبقى نضارة وشك وبشرتك عموما كده بيبقى فيهم نضارة، وبيبقوا يعني الميك اب كمان بيبقى فيهم حلو قوي، وبتبقى بشكل ملحوظ. لان شرب المية فعلا بيفيد البشرة جدا، فاشربي مية كتير ما تنسيش. انا عارفة ان النرسان بتنسى، وانا اول الناس اللي كنت بنسى. انا جيت قبل فرحي بيوم بس اللي شربت فيه مية، وبرغم ذلك برضو ان هو فرق معايا. فانا بقول بيومين عشان بشرتك تبقى افضل من ان انا كانت بشرتي مثلا كانتش افضل حاجة، لا عشان بشرتك تبقى افضل، فشرب المية كتير حلو جدا. هنيجي بقى على الممنوعات في الاسبوع ده. يعني الاسبوع الاخير ده في ممنوعات فعلا لو عملتيها هتبوظ الدنيا. بلاش تستخدمي اي منتج جديد على بشرتك. انا دي قلتها في الفيديو اللي فات، وفي الفيديو ده في اوله هقولها تاني وتالت ورابع، لان فعلا انا شفت ناس وناس اعرفها قدامي استخدمت منتجات جديدة على بشرتها، لقيت بشرتها بقى طلعت حبوب وما عرفتش تعالجها، لان كان فاضل خلاص على الفرح بسيط. حاولت ان هي تعالجها ما عرفتش، وكانت ظاهره في الميك اب وكان شكلها وحش حتى في التصوير، فهم ندموا على اللي هم عملوه ده. فبلاش انتي تقعي في نفس الفخ وتستخدمي منتجات على بشرتك انتي ما تعرفيش بشرتك يعني هتستقبلها ازاي. وبلاش تنظيف بشرة قبل الفرح باسبوع. تنظيف البشرة اقل حاجة يبقى قبل الفرح ب10 ايام 15 يوم. وحتى الميك اب ارتست هتقولك كده، لو هتعملي تنظيف بشرة اعمليه قبلها ب15 يوم. هتدي كمان لنفسها فترة سماح، هتقولك اعمليه قبلها ب15 يوم، لان بشرتك لما بتعملها تنظيف بشرة فالمسام بتبقى مفتوحة، حتى لو قفلتيها بتلج او قفلتيها بمية ورد او قفلها لك باي حاجة، مسامك بتفضل مفتوحة. فما بتيجي الميك اب ارتست تعمل لك الميك اب بتلاقي المسام باينة، حتى لو الفونديشن ده خطير بتلاقي المسام باينه. ده غير ان هيطلع لك حبوب لان المسام مفتوحه، فهتلاقي الحبوب طلعت لك بعد ما حطيتي الميك اب بساعه او ساعتين، فهبان برضو في الصور وهبان في الفرح، وهيبقى هتبقي انتي متضايقه ومخنوقه. طبعا ليه حصل معايا كده؟ ده غير طبعا برضو ان الميك اب مش بيثبت. يعني الميك اب اللي بيبقى محطوط على بشرة مثلا عملت تنظيف قبلها بيومين 3 باسبوع حتى، مش بيثبت. بتلاقي الميك اب بيسيح من على بشرتك ومش بيبقى ثابت، فهتضطري كل شويه تظبطي الميك اب وتخشي الحمام. والعروسه اساسا المفروض ما تعملش كده، يعني هي بتبقى عايزه الفرح بتاعها تنبسط، ترقص، تتحرك، تروح وتيجي، ما تبقاش كل شويه عايزه تبص في المرايه او حد يقول لها الميك اب بتاعك سايح او الكلام ده كله. فخلينا نبعد عن اي حاجه من دي، عن حساسيه البشره، عن الحبوب، عن عدم ثبات الميك اب، الكلام ده كله. خلينا نبقى في الامان وما نعملش الحاجات دي عشان ما تضرناش. لو انتي ما عملتيش تنظيف بشره مثلا وكنتي فعلا سايباه وفاضل على فرحك مثلا اسبوع او مثلا يومين او ايا كان، استخدمي الماسكات اللي انت كنت بتستخدميها قبل كده.
حطي على بشرتك مثلا ماسكات بس انت كنت مستخدماها وبشرتك جابت معاها نتيجة وتمام التمام. الغسول زائد الماسك مش عارفة ايه الكلام ده كله. اظبطي انت بشرتك بالماسكات بتاعتك، بس ما تدخليش حاجة جديدة، وما تعمليش تنظيف بشرة بقى بخار واللي هو العميق ده اللي هو بخار بقى والحاجات دي لا. وبس كده، ده كان الجزء التاني من سلسلة تجهيزات العروسة. ما حبيتش اطول عليكم زي الفيديو اللي فات، وان شاء الله تستفيدوا منه وتبقوا احلى عرايس في الدنيا. اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة استفدتوا منها، وابعتوا الفيديو ده لاي عروسة عندكم ولاصحابكم. ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. واستنوني في الفيديو الجاي عن يوم الفرح، تاخدي ايه وما تاخديش ايه معاكي، والحاجات اللي المفروض تعمليها في يوم الفرح. بحبكم قوي يا احلى ناس في الدنيا. باي باي.